في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على موضوع حساس في البلاد واللي قليل اللي تيهضر عليه وتيشرحه وتيتعمق فيه. واليوم غادي نتعمقوا فيه ونعرفوا واش كاين فيه، اللي هو المخابرات المغربية، ونعرفوا شحال كاين من جهاز استخباراتي في المغرب، واش كاين غير الديستي والبسيج في المغرب ولا كاين مخابرات اخرين، وهاد المخابرات الاخرين شنو مقابلين، وشكون هما المخابرات ديال القصر وفين كاينين، واش الدرك الملكي حتى هما عندهم مخابرات ديالهم. كلشي غادي نعرفوه في هذا الفيديو، غير تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وما تزقل حتى حاجه، دير معاك واحد لايك واشترك في القناه ويلا نبداو. المخابرات المغربيه عندها 15 جهاز استخباراتي، 10 مستقلين و5 تابعين للوزاره الداخليه بحال الاستعلامات العامه او البوليس السياسي اللي متخصص في جمع المعلومات عن السياسيين والأحزاب ونقابات العمال، وحتى المظاهرات اللي تيكونوا في الشارع تيكونوا مخشيين وسط المظاهرة لابسين سيفيل تيصوروا ويرفعوا التقارير. وعندها مهمة أخرى بحال مراقبة الأجانب، بمعنى أي إترونجي تيحط رجليه في المطار تيكون محظي من طرف هذا الجهاز حتى يغادر أرض الوطن. وكاين الديست وما أدراك ما الديستي أو المديرية العامة لمراقبة وحدة التراب الوطني اللي شادها الحموشي، وهذا الجهاز متخصص في كل ما هو داخلي للمملكة المغربية، تيراقب كلش اللي داخل التراب الوطني، الجريمة المنظمة، العصابات، الخلايا الإرهابية، وتيحمي كذلك أجهزة الدولة والوزارات ومقرات الحكومة والقصر من التجسسات الخارجية. وهاد الديستي للمدير ديالها الحموشي عندها مكتب آخر اللي تابع ليه هو البسيج أو المكتب المركزي للأبحاث القضائية ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بقيادة حبوب الشرقاوي اللي كان نائب عبد الحق خيام رحمه الله، اللي كان رئيس الفرقة الوطنية في الديستي سابقا. ولكن فاش دشن في 2015 مقر بسيج ارتأى الحموشي باش يعينو على رأس هذا الجهاز وياخد معاه لابريغاد ديالو اللي كانت معاه في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ومن بين العناصر اللي كانوا مع الخيام رحمه الله كان معاه حبوب الشرقاوي. البسيج كينسق مع الديستي وتحت الامره ديالو او عنصر مكمل. كيفاش؟ انا غادي نشرح لكم. الديستي كتسمى بايكيب دو تاكتيك والبسيج كتسمى بايكيب داكسيون. وغير صبروا انا غادي نزيد نشرح لكم. فاش تيكون شي تأهب ارهابي او شي خليه جايه مثلا من جهاد سوريا ولا العراق وناويه دير شي عمليه في المغرب، شكون اللي تيشمشم عليها؟ وهي مازال هي في ليبيا ولا الشرق الاوسط تتشمشم عليها لا تجيد أو مكتب دراسات الأبحاث والمستندات بقيادة السبع اللي في الظل ياسين المنصوري، حيث هي مخابرات دبلوماسية خارجية وعندها مخبرين في جميع أنحاء العالم في البعثات الدبلوماسية وغيرهم. أوتوماتيكمون هاد الجهاز تيرسل برقية للديست، وهنا المهمة ديال لاجيت سالات. ديستي تتاخذ المعلومة وكتحمي الأجهزة الأخرى من الاختراق، وبالتعاون مع جهاز الاستعلامات العامة كيستخبروا واش هاد الخلية عندها دير اوبيراسيونيل في المغرب وكيفية التواصل وكيفاش هاد الخلية كتنسق وشنو الأهداف ديالها وشنو الأماكن اللي باغا تستهدف وشكون هما هاد العناصر اللي غادي يقوموا بالمهمة. وهاد الشي كامل تتشدو الديستي وكتباسيه لحبوب الشرقاوي او مكتب البسيج. وهاد المهمة اللي دار الديستي كتسمى ميسيون دو تاكتيك. راك البسيج دابا جا الدور ديالها واللي هو الدور الحاسم في الميسيون داكسيون. المهمة كتجلى في معرفة وفي مراقبة الخلية داخل أرض الوطن وإمتى غادي يديروا المهمة ديالهم وتيوجدوا ليكيب، وقبل 48 ساعة كأقل تقدير خاصة تخبط الخلية قبل ما يخلطوا المقادير ديال القنبول. ومن باب الاحتياط لا تكون الخلية عندها أدوات تجسس كيديروا مثلا بأنهم غادي يخبطوهم على الساعة الثانية زوالا، ولكن الثانية زوالا ديالاش بتوقيت البسيج طبعا اللي هي مثلا 5 صباحا او 6 صباحا بتوقيت المغرب، كنوع من المباغتة باش خوتنا في الله يدهشروا في المداهمة على غفلة. وهاد الساعة طبعا تتبدل يوميا، وحبوب الشرقاوي راه ديما تيكون داير جوج سوايع في يدي، وحده بتوقيت المغرب وحده بتوقيت جهاز البسيج. وكاين اجهزه استخباراتيه اخرى بحال استخبارات الدرك الملكي اللي شادها الكولونيل اليزيدي كيتجسوا داخل الجهاز ديالهم على الجنرالات والضباط. وكذلك عندهم مهمه اخرى هي التجسس على منظمه حقوق الانسان في المغرب وجميع الجمعيات المغربيه سواء النسويه ولا العلمانيه والشبابيه وغيرهم. وكاين مخابرات رقم 2 او دوزيام بيرو قيادة الكولونيل ماجور حمدان كيتجسوا على المناطق الحدودية للمملكة وتينسقوا مع لاجيد والديستي. وكاين مخابرات رقم 5 او السانكيام بيرو
بقيادة الجنرال دو بريغاد محمد معايش، مكلف بالتجسس على جميع أعضاء الجيش من الجنود، وتجسس حتى على الإيطا ماجور وتكانات الجيش، وبخصوص صحاب التجنيد الإجباري اللي دار فيكم ها ولا ها وسخن عليه راسو، راه غادي يدوزوكم من هذا المكتب بحول الله. وكاين أجهزة أخرى كثيرة، منها مخابرات القصر الملكي وحماية الأمتعة الملكية ومخابرات تجسس على السمع البصري. المهم كاين 15 جهاز استخباراتي، وأكثر الأجهزة السرية هي استخبارات الجيش، وتيسميوها بالخلايا النائمة، وتينسقوا مع القصر نيشان والزمر. لا عرفت واش كيديروا فين كاينه المكاتب ديالهم. وباش نختموا هذا الفيديو بغيت نقول لكم بأن جهاز المخابرات المغربي بحالو بحال كاع أجهزة المخابرات في العالم، ولكن المخابرات المغربية متفوقة عليهم بحاجة وحدة، وهي العنصر البشري. وعنده واحد الشبكة ديال المخبرين واسعة وكثيرة في كاع أنحاء المغرب وحتى في الخارج. وانا تنقول والله اعلم بان 70% ديال المخابرات تتجي من المخبرين، و30% من تكنولوجيا الرصد المتطورة والمراقبة بالأقمار الصناعية. وكيبقى العمل ديال المقدمين أو أعوان السلطة اللي هما عندهم أدنى سلم في السلطة المحلية، والمقدم هو الضامن باش يوصل كل شيء وما يسكل حتى حاجة. كنتبعوا صحاب المخدرات، تجار المخدرات، حنا اللي كنبرقوا بهم، وكنتبعوا صحاب الخمر، حنا اللي كنبرقوا بهم بالسريه باش بلا ما يعاقبونا، حنا كنسلموا عليهم، ولكن حنا اللي كنوصلوا الخبيزه للفراد. كنراقبوا ثاني، كنتبعوا نراقبوا المرشحين البرلمانيين، الجمعيات، اي واحد، اي بشر كيفما كانوا، لا من الداخل ولا من الخارج. ما ديال عون السلطه بصفه عامه، وهي عين ديال الدوله، حضاي حنصاص، كنراقبوا اي تحركات كيفما كانوا، منهم المساجد حتى من الحياه، حنا كنتبعوهم ليلا ونهارا. هادوك راحنا عاطينا قوسين من العام، خاصنا نراقبوهم صباحا ومساء. هذا السيستم ما كاين في حتى دوله اخرى، وغير قابل للاختراق. تيشوف بعويناته وتيسمع بوديناته، وكيوثق الاحداث بطريقه دقيقه ومفصله وما يسقل حتى حاجه، وغير ما يطير مخرشش. وفي الاخير الحمد لله على نعمه الامن والامان في المملكه المغربيه الشريفه. وإلا عجبك الفيديو دير معاك واحد لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنعرفوا منين كتجيهم، حنا متبعين اي حاجة كنتبعوها. اعوان السلطان المقدمين، حنا هما البرقادة الكبار، حنا هما العين ديال الدولة وديال جلالة الملك.